تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة احلى كفتة، وازاي اقولك تبقى متماسكة زي ما انتوا شايفينها كده، ومش مكتومة ولا حاجة، وطعمها مميز غير عن اي كفتة عملتوها قبل كده. شايفين انا دينا قطعتها ورحت واكلة حتة. يلا نشوف مع بعض عملناها ازاي. عندنا نص مفروم هنحط عليه معلقتين من الدهن الحيواني، او ممكن نحطه من دهن الأضحية. الدهن بيخلي اللحمة المفرومة، يعني بيخلي الكفتة متماسكة. وهنحط لها حزمة بقدونس، بنحط الورق بس. وبنجيب بقى بصلة متوسطة، بنمسك البصلة دي بعد ما نفرمها او نبشرها بالمبشرة عادي، بنعصرها كويس من السوائل اللي فيها. وهقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. وبعد كده احط البصل على اللحمة. وهنا 4 فصوص توم مفرومين، لو مش عايزة تحطي توم ما تحطيش، بس التوم بيخلي الكفتة طعمها تحفة جدا. وحطيت بقى معلقة دقيق، معلقة نشا، نص معلقة بيكنج باودر. ما تخافيش الدقيق مش هيبان خالص، هو بيمتص السوائل، والنشا بيخلي الكفتة متماسكة. وهنحط بقى بهارات ملح وجنزبيل وفلفل اسود، ونص معلقة قرفة وبهارات. بعد كده بقى بنفضل نعجن بقى، نعجنها بقى كويس كويس قوي كمان. نفضل بقى نعجن فيها كأنها عجينة عادية خالص. نعجنها لغاية ما هنبص نلاقي لونها بيفتح خالص. نفضل بقى نعجن فيها كويس قوي كأنها زي اي عجينة، لحد ما تبقى في الاخر هتلاقوا شكلها افتحوا خالص بالشكل ده كده. وهوريكم، بصوا هتلاقي الانسجة متداخلة كده، يبقى هي نجحت معانا. وهتلاقيها كويسة جدا، ونحس ان هي بتلزق كده شوية. هنحط بقى على ايدينا زيت قبل ما نصبعها. نحط على ايدينا زيت عشان ما تلزقش. طيب هنيجي بقى نصبعها على الشيش طاووق، اللي هي العيدان بتاعت الشيش طاووق. ما عندكيش، لا يا حبيبتي ولا تزعلي نفسك. هنجيبي معلقة او شوكة، وتروحي مصبعة الكفتة على المعلقة بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، بسهولة جدا اهو. هوريكم كمان صبع تاني اهو. بنحط اللحمة على المعلقة بالشكل ده كده، ونصبعها. طبعا لو حسيت ان ايدك، حسيت ان يعني اللحمة بتلزق، ممكن تحطي على ايدك زيت تاني. بعد بقى ما بنخلص الكمية كلها، ممكن تحطيها بقى في الصينية كده وتحطيها في الفرن. انا بقى حطيتها، جبت صينية ودهنتها زيت، وقطعت بصل وطماطم. لما تعملي بقى الحركة دي، مثلا هتعملي جنبيه رز، بيبقى بقى زي بيغمس بقى كده جنب الاكل، بتبقى حلوة جدا. وبنحط له ملح وفلفل اسود على البصل والطماطم. بتدي له، بتدي يعني طعم حلو. واللي هي مية البصل اللي احنا سايبينها دي، بنحط نصها كده على الطماطم. ولما نرص بقى الكفتة بنحط النص التاني. ممكن كمان ما تحطيش بصل وطماطم، ممكن تحطي بطاطس بس، ممكن تقطعي بطاطس دواير او صوابع عادي، وتحطيها تحت الكفتة، بتبقى جميلة جدا. بنحطها بقى بنحط بقى الكفتة في الفرن، وبتطلع بقى بالشكل ده. طبعا بنكون مسخنينه قبلها ب5 دقايق. بنولع الفرن من تحت، وبعد كده بنشغل المروحة. ولو ما فيش مروحة بنشغله من تحت لغاية ما تاخد لون، وبعد كده بنشغل الشواية. وفي الاخر بتطلع بالشكل ده زي ما شفتوها، جميلة جدا ومش مكتومة. وان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.